القطري هو نادي الوحدة فريق أبو ظبي الإماراتي. يعني نتائج وأمام فرق معروفة ومشهود لها بالتجربة وبالخبرة وبالكفاءة، وبالتالي فريق الكرامة لا يقل قيمة عن العميد، لا يقل ممكن إلا بالتجربة وبالخبرة. والآن في 90 دقيقة كل شيء يبقى ممكن مع هذا الاندفاع، مع هذا التفاعل والحماس الجماهيري. كرة تبقى للكرامة، جهاد الحسين الدولي يلعب كرة خطيرة وملعوبة عرضية، ومبروك زايد. أحلى الكرات في بداية المباراة للنسر الأزرق. الكرامة على فكرة من أعرق الأندية السورية، وشوف الأجواء هنا في ملعب خالد بن الوليد. ونرجع لأنها مدينة مهمة جدا من هذه الناحية التاريخية، لأنه دفن فيها الصحابي الجليل والفارس من فرسان الإسلام، وأيضا سيف الله المسلول خالد بن الوليد مدفون في هذه المدينة، مدينة حمص. في آخر مشوار دوري الأبطال هنا في آسيا، شامبيونز ليج، بطولة مؤدية للمونديال، بطولة تؤدي إلى النفق اليابان في ديسمبر القادم. تمشي الكرة بالراس خطيرة ملعوبة، والحارس مبروك زايد، مبروك السلامة يا زايد. ونحن ننتظر ينطلق الدوخي، يلعب كرة للحسن كيتا، يخرج الحارس ويأمن كرة التماس في خطة الليبرو مصعب بالحوس، يخرجها للآوت وللتماس. الرمية الجانبية تبقى المباراة، ينطلق التنفيذ بحلم هدف يفتح باب التسجيل. محاولة سورية، يضغط الفريق السوري في هذه الدقائق الأخيرة من الشوط، 10 دقائق للنهاية. الكرة تبدأ في بدايتها في التوزيع خطيرة، ومش ممكن هذا الهدف، مش ممكن الكرة والفرصة مع فريق في قيمة الاتحاد، هذا النادي الكبير حتى على المستوى الدولي. يعطيك فرصة، يعطيك هفوة، يعطيك غفوة، يعطيك كرة للتقدم، لكن لا يمنحك فرص ومحاولات. سانتوس ممتازة، رقصة الصمبة هنا في ملاعب سوريا، وهنا تعلمها من الماراكانا وقدمها في أحلى عروضها في الكوبا كابانا. الشواطئ السحر للريو، ما فيش اوفسايد، خطيرة وملعوبة وعرضية فيها أيضا بطء كثير. ما هذا كان بالإمكان الاستفادة والتوزيع، والهدف الأول للاتحاد للكرامة السوري. الكرامة السوري يسجل هدف الافتتاح عن طريق رقم 10 إياد مندو من أول هفوة للدفاع السعودي. إياد يؤيد مشروعية وحقوق الكرامة في الوصول لنصف نهائي تاريخي. المباراة تزداد صعوبة، المباراة تبدأ الآن. الكرامة يدخل اللعبة من جديد ويفتح سجلات ربع نهائي دوري الأبطال. 1-0 لنادي الكرامة السوري. إياد مندو يؤيد المشروعية للنادي السوري الكرامة من أجل الحلم بإدراك النصف النهائي. شوف الكرة والراسية، خطأ فادح في المراقبة، مفيش متابعة، مفيش تغطية، مفيش عمق، والنتيجة محمد الحموي يوزع يعمل الأوفر، والراسية من إياد مندو لل1-0 لنادي الكرامة. إذا المباراة تبدأ في سيناريو جديد، الكرامة أفضل في الدقائق الأخيرة، والكرة تمشي، والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يصفر؟ ضربة جزاء، يصفر ضربة جزاء غريبة جدا هذه اللحظات. مش ممكن من اليوم إلى يوم الغد سأقولها. أين الرجل؟ الرجل مشيت. في 43 الكرامة يلعب مما سمي قبل المباراة بشبه المستحيل. ما فيش استحالة في كرة القدم. كرة القدم عندها غرائب، عندها عجائب، تفاصيلها غريبة وجزئياتها بسيطة لكن معقدة وقاسية. مثمنة الآن للفريق السوري. هاليلوزيتش في وضعية حرجة جدا. المباراة في دقيقة انقلبت، المباراة في دقيقة تغيرت. هل هو 2-0 للتعادل أم هو 1-0 للإبقاء على مقعد الاتحاد في ربع الذهب؟ تمشي كرة والثاني يتعادل الفريق السوري نادي الكرامة في مجموع المباراتين باللاعب رقم 7. يسجل الثاني عبد القادر الرفاعي، يأمر بإعادتها. ماذا؟ الإثارة حتى في البلنتي. هل دخل نجوم الاتحاد في منطقة الجزاء؟ هل تجاوز لاعبي الكرامة منطقة 18 من 11 متر؟ ستعاد، نعم ستعاد. بقيت باللون الأصفر، وأتمنى أن لن تسبق بالأحمر في هذا اللقاء العربي، في هذا الديربي المشرقي الخليجي بين الاتحاد السعودي والكرامة شقيقه السوري. ترجع الكرة مرة ثانية لنمور جدة الاتحاد.
الاتحاد من نصف ساعة لعب بدا يضيع خيط المباراة، وينطلق الكرامة بجهد كبير بمجهودات أفضل وبمستوى جيد من محمد الحموي. محمد الحموي يلعب كرة ممتازة لإياد مندو مرة ثانية، وموجود الدفاع من مشعل السعيد، يكون على العارضة، ما زالت الخطورة، والثاني والهدف الثاني مباشرة جدا. مش ممكن الكرة الثانية، نفس السيناريو اللي قال عليه الدكتور مدني. برافو يا دكتور، نفس السيناريو اللي حدث في جدة، واحد في النهاية وأول مع البداية، والنتيجة تتعادل 2-2. الكرامة يرجع من بعيد، لكن أين ذهب المارد الأصفر؟ أين ذهب فريق البريق الأصفر الفريق الاتحادي؟ شوف تاه في آخر الشوط ويواصل التوهان في أول الشوط الثاني. كورة على العارضة، أين ذهبت يا مبروك؟ تلعب الكورة مرة ثانية في المرمى السعودي، مستحيلة من أحمد العمير. أحمد العميري ولع ملعب خالد بن الوليد هنا في حمص، ويعمر دار الكرامة بثاني الجواهر الليلة. 2 الكرامة 0 الاتحاد، والنتيجة متعادلة في حوارات الذهاب والإياب 2-2. هل يكون اليوم يوم المفاجآت الآسيوية؟ 2-0 للكرامة. الكرامة السوري يرجع ويتعادل. شوط ثاني، مباراة أخرى الآن من هنا فصاعدا. الاتحاد يلعب للوصول والكرامة يلعب للحلم، والآن بدأ يقترب، صار واقع الآن بهذه القوة. في 50 دقيقة عدل الأوتار وتعادل لخسارة الذهاب. الآن الكرامة 2 والاتحاد 2. ينطلق الفريق الاتحاد كبير اليوم، ينطلق الفريق السوري بدنيا جاهز ومندفع متحفز وآلاف معاه، وتسديدة والحارس مبروك زايد يخرج كورة للركنية، كانت قوية جدا من رقم 20 أحمد العمير. روح كبيرة يلعب بها الفريق السوري. نعم، لم يغالط جمهور رئيس النادي نصوح البارودي اللي قال أعتقد أننا سنتأهل وعندنا أمل كبير رغم قيمة الاتحاد العميد. الاتحاد والكرامة في مسحة من التفاؤل، في نوع من الأمل. ترجع الكرة مرة ثانية، جهاد الحسيني يسدد، أين هي في الشبكة من الخلف، ركنية 6 أمتار. ليتنفس الاتحاد أم ليضغط الكرامة النسر الأزرق؟ الحكم ماذا يقول؟ شوف الكرة من جهاد الحسين، يضرب كرة ومرت صعبة على مبروك زايد الذي يحولها في الركنية. مبروك زايد يعمل في الشو مع كرنفال سوري اليوم، كأنك بمهرجان العباسيين في دمشق. هي كرة المباراة، هي كرة السيمي فاينل يا كايتا، والكرة تتحول لفريق الكرامة. نعم، الكرامة والاتحاد، ليس انتر وروما، وليس بورتو فالنسيا، وليس البارسا بريمن، ولا حتى مانشستر سلتيك. انت في الشامبيونز ليج الاسيوي بهوية عربية سورية سعودية. تسديدة لم تأتي، الاتحاد يقترب، كورة على العارضة وكورة على القايم، ويا حظك اليوم يا نمر جدة. أسنا في الوقت البديل والوقت الضايع. أحمد الدوخي يلعب كورة وترجع من الدفاع، فابيو سانتوس، ما شاء الله عليك يا فابيو. ترجع الكورة من سانتوس، يلعب الدوخي والفريق السوري يلعب على المرتدات. الآن الفريق السوري كان شفناه بعد الهدف الثاني رجع للدفاع ويلعب على المرتدات أو الكرات العكسية. هناك نوع من الخوف الآن، لأن الخوف هو اللي يقدم اللاعبين ويخليهم يخطئوا. كرة خطيرة من الحموي، والحموي وبرافو الدفاع. بالفعل كرة ممتازة، كان مان تو مان، كان 1 ضد 1. كان بإمكان الكرامة الاستفادة من الوضعية الأخيرة، وينطلق نور لإفادة الفريق السعودي، لكن أيضا طويلة صعبة ممكن تتغير في أي لحظة. يخطى مرة أخرى الدفاع السعودي. يا أيامك يا توكر، يا ساعاتك يا منتشري، والثالث للفريق السوري. هذا اللي قلته في وقت الحديث عن أيامك يا توكر، عن ساعاتك يا منتشري. الفريق السوري يقول ممنوع ركلات الترجيح، يتأهل الحين بهذا الهدف الثالث، وربع ساعة فقط للحلم الجميل للفريق السوري. الهدف الثالث من البديل محمد مهند إبراهيم. شوف اللقطة الأخيرة فيها أيضا إثارة، الكرة الأخيرة مشعل السعيد يفشل، مش ممكن يا أسامة يا حربي يا مولد، والكرة يتولد منها سيناريو قاتل الفريق السوري. مباراة الهفوات الفردية تبدأ تقضي الآن على آمال الاتحاد. 3-0 للكرامة في اللحظة الأخيرة من الوقت الإضافي. 3-0، مفيش ركلات الترجيح. المباراة ستفصل بالحل الثاني
في الوقت الإضافي. الكرامة 3 والاتحاد 0. الاتحاد يلعب على هدف للترشح والكرامة يلعب على صمود مستمر منذ البداية لهذا الإنجاز التاريخي للفريق الكرماوي للنسور الزرق السوريين. أجواء استثنائية اليوم في ملعب خالد بن الوليد. أكيد لو كللت المهمة بالنجاح، لو استمر هذا الفلاح لفريق الكرامة، الليلة ستكون من ألف ليلة وليلة في تاريخ الكرة السورية. ما فيش إنجاز قريب يعادل هذه الليلة، ما فيش نتيجة قريبة تعادل هذا الإعجاز للفريق السوري الكرامة. نعم 1-0 2-0 3-0 وركلة الجزاء تغيب وركلة جزاء ضائعة بعدما حضرت في أواخر الشوط الأول. المباراة الآن لصالح الكرامة، الفريق السوري في وضع القوة والفريق السعودي على عتبة وباب الخروج. ما زالت والكرة أرادت ممكن سيناريو سعيد يسعد عشاق الكرامة. ينطلق الهجوم في وسط الميدان، البطل في خطر والوصيف خرج والكرة للرابع صعبة جدا والهدف الرابع بعد خطأ فادح. مفيش دفاع للاتحاد ومرة أخرى كوتشنج غير عادي. محمد مهند إبراهيم يسجل الرابع للفريق السوري. الكرامة بجدارة 4-0. الكرامة الآن نقول له مبروك لأنه الاتحاد مطالب بهدفين، مرتدات وتخطيط سليم والمدرب قدير والكبير الكرماوي يتقدم بالرباعية 4-0. سيناريو غير متوقع ماذا يحدث. دفاع الشباب 6 أهداف في كوريا اليوم 4 الاتحاد بطل آسيا في حمص. مش ممكن ما يحدث في هذه الأيام الصعبة للأندية السعودية. ينطلق محمد مهند إبراهيم يدخل في الاكسترا تايم ويسجل هدفين والاتحاد تقريب يقترب من الخروج. لن يكون في المونديال هذا العام. صعب جدا الآن. مطالب بهدفين الفريق الاتحادي بعد الروح وحملة الفرق. الاتحاد لعب كأنها مباراة ودية بينما الفريق السوري لعب كأنها مباراة لنهائي كأس عالمية. هنا الفرق، هنا أحدثت الفوارق وهنا صنعت الخوارق. لأنه بكل أمانة ولا أستنقص بهذا الكلام الفريق السوري في 2-0 للاتحاد والكل يعلم من هو الاتحاد. الكل قال الاتحاد في السيمي فاينل. القادسية أعطى النموذج والكرامة يؤكد المثال. لا مستحيل في كرة القدم، لا كبير في كرة القدم. من يعطيها تعطيه، تعترف بالعرق والمجهود والتعب. واليوم الأحقية للفوز والتأهل كان للأفضل فريق الكرامة السوري. إذا بهدفين عذرا فريق الكرامة. أنا في سيناريو قلت 2-0 لو يسجل الاتحاد 2-1 مستبعد، وقلت تقريب شبه مستحيل أن الكرامة يرجع هدفين. سجل الهدفين يا أخي، برافو. نكونوا رياضيين ونقولوا ألف مبروك للكرامة. وحظ أوفر للاتحاد، يلزم يركز على الدوري المحلي، يلزم يركز على بطولة هامة ليه ولينا هي دوري أبطال العرب، وإن شاء الله القادم أفضل يا عميد. بينما كرة خطيرة ومرة أخرى الدفاع ومرة أخرى والخامس كان قريب لفريق الكرامة. مش ممكن هذا النجم لعب على الهاتريك. محمد مهند إبراهيم سدد للثلاثية الشخصية وللخماسية السورية. تبقى 4-0 لنادي الكرامة. الكرامة في السيمي فاينل أين يلتقي الأسبوع القادم القادسية من محمد قويد. الحقيقة أكد والصورة برافو يا مخرج. يمشي على طول لنحيي هذا الرجل، لنحيي هذا الرجل وهذا المدرب. قلت بذل مجهود يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. تاريخ وقيمة هاليلوزيتش قابلها محمد قويد ممكن مغمور كمدرب في الكرة العربية، لكن اليوم وضع لاسمه مكان ووضع لاسمه عنوان. ينطلق الهجوم في الدقيقة الأخيرة في تاريخه لدور الأربعة في كأس آسيا. بالفعل هي الصافرة، هي النهاية. 4-0 لفريق الكرامة السوري. ألف مبروك لسوريا وناديها الكرامة بهذا الإنجاز الآسيوي. هارد لك وحظ أوفر يا نور، حظ أوفر للعميد السعودي. وننتظر قادم المواعيد وإذلالة أخرى عبر قنوات يارتين. خليكم عادي المشاهد القادمة من مدينة حمص من ملعب خالد بن الوليد ونمر بالصورة والكلمة.